عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الغدا الجميل ده؟ تعالوا اوريكم عملناه ازاي. وشايفين كباب الحله جامد جدا. وطبعا رز بشعريه، الاكله دي من المفضله على قلوبنا، يعني احنا بنحبها. اكتر انواع الطبيخ بنحبه هو البسله. حطينا ماده دهنيه على النار، معاها معلقه سمنه على معلقه زيت، ومعانا بصل على النار، وحطينا الطماطم المعصوره. وبعدين هنحط عليها مكعب ماجي وشوية فلفل اسود، او زي ما انتوا شايفين. انا من النوع ما بحبش ان انا اسبك للاكل بتاعي قوي، بعمله ني في ني، فما بقعدش صلصة الطماطم على النار كتير. وهنا بنحط نص معلقة سكر بالظبط عشان الحموضة بتاعة الطماطم. ويدوبك بالظبط اقل من 10 دقايق، وببدأ ان انا انزل بالخضار بتاعي. بس هوريكم بقى انا بعمل الغدا كله، فهوريكم بقى. هنسيب الصلصة هنا شوية، وفي الربع ساعة هنا بص حطينا الملح. هنعمل كباب الحلة. معانا هنا بقى الكمية اللي انت عايزاها. انا مقطعة هنا اللحمة مكعبات صغيرة، مقطعة حتت صغيرة عشان اعمل كباب حلة. وبرده هنحط معلقة زبدة على معلقة زيت على بصلاية كبيرة كده. وبعد ما تصفر شوية هننزل باللحمة اللي احنا كنا مقطعينها. يا دوبك بس هنشمعها كده تشميعة صغيرة على النار. وبعد كده نزود مية. هنحط الاول البهارات، نحط فلفل اسود. انا بحط عليها فلفل اسود، وبحط الملح. وهنا بقى هننزل الثوم، بيديها ريحة وطعم جميلة لكباب الحلة بالذات. نحط بالظبط حوالي 3 أو 4 فصوص كده. انا حطيت، كان عندي في توم مهروس، فحطيت القطعة دي. وبعدين نزود مية ونسيبها بقى ايه، تستوي براحتها خالص. نغطيها. وهنا بقى نرجع للبسلة نشوفها عملنا ايه. هنا بقى بعد ما الطماطم ما تسبكتش، يا دوبك غدت غلوتين، انا قطعت هنا بطاطس مكعبات وجزر. احنا بنحب نعمل البسلة البطاطس والجزر. في ناس ممكن تحط جزر بس، وفي ناس ممكن ما تحطش خالص، فاحنا بنحب نحط عليها الاتنين. هنبدأ بقى نحطها، وبعدين ننزل بقى بالبسلة. جميلة قوي قوي. متعتقدش ان مفيش حد بيحب البسلة، يعني من الخضار اللي هو متفق عليه الناس كلها بتحبه. وهنا بقى كباب الحلة، حطينا عليه نص معلقة سكر. ليه انا هنا حطيت عليه؟ عشان يستوي بسرعة، عشان اللحمة تستوي بسرعة، لان السكر بيعجل في موضوع السوا. وبعدين لقيت ان هو عايز ملح، وحطيت شوية ملح تاني. كده خلاص بقى جهزنا الاكل. اكلة سريعة وخفيفة، وعملنا جنبيها رز بالشعرية. بجد كان طعمها جميل وما خدتش وقت. وبألف هنا والشفا. وجربوا كباب الحلة بالطريقة دي. والبسلة ما تسبكوش قوي الطماطم، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. ويا رب اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.